هدومك مش مجرد قماش وخلاص زي ما انت بتشوفها، دي وعاء بيكون شايل كل مشاعرك، التجارب اللي مريت بيها، ذكرياتك. اللبس اللي انت لبسته وانت زعلان مثلا او في موقف صعب او وانت مريض بيكون متشبع بطاقتك وبصمتك. عشان كده موضوع ان احنا نطلع الهدوم القديمة ده مسؤولية كبيرة، لان الشخص اللي بياخدها بياخد طاقتنا معاها. فاول حاجة لازم تعرفها كمان ان الهدوم المركونة اللي انت راكنها بقالها مثلا سنة وما بتلبسهاش دي عاملة لك زحمة طاقية في حياتك. متخيل؟ هي بتسحب من طاقتك ومخليه المساحه بتاعتك ضيقه ومقفوله، مش سايبه مكان لحاجه جديده ان هي تدخل حياتك. فلما انت بتاخد قرار ان انت تطلعها، انت فعليا حركت مسار الطاقه وتبدا تستقبل طاقات جديده اللي هي تظهر لك في الواقع على هيئه فرص جديده. طب ازاي نقدر نشيل طاقتنا من الهدوم دي قبل ما تخرج من البيت؟ الموضوع بسيط وبخطوات بسيطه جدا. اول خطوه ان وانت بتجمع الهدوم دي امسك كل قطعه لوحدها واشكر ربنا. اشكر ربنا لان الهدوم دي كانت عندك وسترتك. اشكر ربنا ان دور القطعه دي في حياتك انتهى. الامتنان هنا مش جنان زي ما البعض بيقول او بيشوفوا، ولكن تحليله الطاقي ان الامتنان ده بيخلي الانفصال بينك وبين اللبس يتم بدون شد وجذب طاقي. تاني خطوة ودي خطوة مهمة جدا ان انت تفك ارتباطك بالقطعة دي، تفصل طاقتك عنها. فتتخيل ان قدامك خيط طاقي واصل بينك وبين القطعة دي، وهي دي الطاقة اللي بينك وبين القطعة. وفك الخيط ده او اقطعه. انت هنا بتسترجع كل طاقتك من القطعة وبتنظف اي مشاعر قديمة، اي ذكريات تخصك. الحركة دي بتخلي اللبس يرجع كأنه هو خام تاني، مجرد قماش ملهوش اي علاقة بحياتك القديمة. تالت حاجة ودي مهمة برضو اللي هي التنظيف المادي. قبل ما تطلع اي هدوم لازم تتغسل وتتغسل كويس جدا جدا. ويا ريت لو تحط كمان في المية اللي انت بتغسل فيها ملح، لان الملح معروف بقدرته الجبارة ان هو يسحب اي طاقة سلبية او حتى بواقي اللي هي بصمتك البشرية. فانت كده لما بتسلم الهدوم دي لغيرك وهي نقية وجاهزة بتخدمه بسلام من غير ما هو يشيل همومك او مشاكلك اللي كانت في القطعة. رابع حاجة وانت بتسلم الهدوم ودي اخر خطوة، سلمها بحب ومن غير ما تبص وراك. ما تفكرش الهدوم دي رايحة لمين ولا هو هيعمل ايه بيها. انت كده خلاص قطعت الحبل اللي بينك وبين الهدوم دي اللي هي الطاقة اللي بينك ورابطة بينك وبينها. فلما انت بتطلع اللبس ده وانت حاسس بوفرة، هتلاقي فرص جديدة بدأت تظهر لك ولبس احلى بكتير هيجيلك من اللي انت طلعته. تفريغ الدولاب من الهدوم اللي مش بنلبسها هو في الحقيقة تفريغ لعقلك من الكركبة. انت متخيل الموضوع مترابط مع بعضه ازاي؟ انت لما بتعمل مساحة في دولابك انت بتعمل مساحة في حياتك. طاقة 2026 محتاجة ناس خفيفة، ناس مش شايلة وراها جبال من الماضي اللي موجود في شكل كراكيب وهدوم قديمة. ابدأ النهاردة وافتح دولابك ونقي اللي انت مش محتاجه واللي انت راكنه ونضفه طاقيا وابعته لحد محتاجه. وشوف ازاي حياتك هتبتدي ان هي تختلف في اشياء. بس انت تلاحظ، لان للأسف معظمنا نايم وما بيلاحظش اي شيء، وبالتالي تركيزك بيكون على السلبيات. فالباب اللي بيتفتح لك بيبتدي ان هو يتقفل من غير ما تشعر. ولازم تفهم ان كل شيء في الكون بيحصل بشكل تدريجي. يعني لما يتفتح لك باب بيتفتح بشكل تدريجي، انت بيكون مطلوب منك تكون صاحي حاضر مركز تشوف الباب اللي اتفتح لك. لكن انت لو نايم وعايش على وضع الاوتوماتيك انت هنا بتقفل الباب بدون ما تشعر. فلو انت عايز تغير الواقع بتاعك في 2026 وتكون قائد حياتك وتفهم الرسائل اللي بتجيلك وتعرف ازاي تكون موجود بلحظة الآن وحاضر بوعيك وبروحك، تقدر تنضم لينا عبر كورس فك الشفرات. اكتب في الكومنت كلمة تفعيل وهيتم ارسال التفاصيل فورا، او تقدر تبعت لي عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو.